سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير يا رب العالمين. اليوم جيتكم بفيديو جديد. اليوم راح نشارك معاكم طريقة تحضير الكفتاجي التونسي على طريقتي، ويجي بزاف بنين وبمكونات بسيطة ومتواجدة في كل منزل. صدقوني البنات راح ينال اعجابكم. كالعادة البنات قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا ما تنساوش تصلوا وتسلموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا البنات مكونات الوصفة لنهار اليوم. عندنا البطاطا كما راكم تشوفوا، انا درت 3 حبيبات نتاع البطاطا اكبر، قطعتهم كما راكم تشوفوا مربعات صغيرة. عندنا الدنجال كما راكم تشوفوا ثاني قطعته مربعات صغيرة، درت 3 حبيبات نتاع الدنجال. عندنا 3 ريصان نتاع الثوم. عندنا الفلفل الحلو كما راكم تشوفوا، فلفل الحلو 3 قرون تاع الفلفل الحلو، درت معاهم قرن واحد تاع الفلفل الحار، واللي يحب الحار يدير الحار. انا ما الزوج نتاعي ما يحبش الحار كما راكم تشوفوا. عندي طوماطيش كما راكم تشوفوا مقطعه مربعات كذلك. عندنا حبيبات نتاع البيض 4. واش راح نديرو في الوصفه هذه؟ راح نقلي البطاطا، وراح نقلي الدنجال، راح نقلي الفلفل، وراح نقلي الطوماطيش راح ندير لها فلفل كحل. كاين اللي ما يديرش، انا نحب تعطيها جو مليح، راح ندير الطوماطيش نتاعنا ندير لها الثوم وندير لها الفلفل كحل. المهم خياتي كما قلت لكم كل حاجه نقليها وحدها ونولي لكم. وكما راكم تشوفوا البنات ها هي لكم بعد ما قليت البطاطا، لاصوص نتاع الطوماطه، الفلفل، الدنجال والبيض كما راكم تشوفوا طبخته في الماء. في الحقيقه هما توانسوا كيفاش يديروه، يقلوه في الزيت نص طياب ويديروه. انا لا ما نحبوش كيما هكذا، نحب نطبخوه في الماء مليح ونديروه في الوصفه نتاعنا. كما راكم تشوفوا نجيبوا الصحن نتاعنا نديرو فيه البطاطا كما راكم تشوفوا، بطاطا نخلط جميع المكونات. ندير البطاطا، ندير الدنجال، ندير الفلفل كما راكم تشوفوا، كما هكذا. ندير الطوماطيش، ندير شويه برك الا كانت خاصه نزيد كما راكم تشوفوا. ونجيبوا هذاك البيض كما راكم تشوفوا، كما راكم تشوفوا هكذا. كما راكم تشوفوا خياتي، صدقوني جربوها راح تنال اعجابكم، راح تعجبكم. وما نحكيش على الذوق كيفاش. انا نكتفي بقدر هذا البيض كما راكم تشوفوا، وهنايا نحرك جميع المكونات. نحرك المكونات جيدا. راح نزيد كمية لاصوص، كما راكم تشوفوا. شو نقول لكم، والله تجي بزاف هايله، جربوها مش راح تندموا.
وها هي لكم الكفتاجي التونسي نتاعنا وجد. راح نديرو في صحن التقديم ونولي لكم. وهاو ليكم خياتي الكفتاجي التونسي تاعنا بعد ما وجد. صدقوني جا بزاف هايل. نتمنى انه يكون نال اعجابكم، وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. سلام.